قصة الفندق المسكون من العراق. تبدأ القصة مع شخص يدعى هشام من مدينة بغداد، الذي ذهب في رحلة تخييم في البر رفقة صديقه محمد، ثم عاد من الرحلة بعد بضعة أيام، وفي طريق العودة تعطل الباص، ومن حسن الحظ كان هناك فندق صغير على الطريق. دخل هشام ومحمد الفندق، كان مرعبا، وعامل الفندق كان في غاية الرعب والغموض. ثم اخذوا غرفة، فأخذ كل واحد منهم سرير، ثم نام. وبعد منتصف الليل سمع صوت التلفاز وهو يعمل بشكل مستفز. قام هشام بإغلاق التلفاز، لكنه بعد عودته للسرير بدأ التلفاز يعمل مجددا، ثم بدأت القنوات تتغير من قناة إلى آخر وبدون جهاز تحكم، وكأن هناك من يحركه. تعوذ هشام ومحمد من الشيطان الرجيم، ثم حاولا النوم، وبعد ذلك سمعا صوت امرأة وهي تبكي. وعندما تتبع مصدر الصوت شاهد امرأة تبكي دما، كان شكلها مريب ومرعب. وعندما رفعت رأسها وهي تبكي ثم قالت بصوت حزين: هذا الفندق الداخل منه مفقود والخارج مولود. ثم ضحكت بصوت عالي وكأنها الشيطان بعينه. بدأ هشام ومحمد يرتعشان خوفا، وفجأة سمع صوت أذان الفجر، فاختفت المرأة المرعبة. حاول هشام ومحمد الرحيل من الفندق، وعندما أراد هشام أن يدفع الحساب سأل موظف الاستقبال عن المرأة المرعبة، فاحمرت عينا موظف الاستقبال، وبعد ذلك علت أصوات ضحك ممزوج بصوت بكاء مرعب. ثم ظهرت مجددا المرأة المرعبة، نزلت من الدرج وغادرت الفندق. شعر هشام ومحمد برعب شديد لم يشهداه من قبل، لكن بعد ذلك تمالكا نفسيهما، فنظر كل منهم إلى الآخر وفر هاربان خارج الفندق. وعندما غادر الفندق انتابهما الفضول، فبدأوا بالتحري عن الفندق الملعون، وبعد بحث عميق توصلوا إلى ما يلي: الفندق يكون عادي في النهار، لكن في الليل يتحول لبؤرة رعب ومشاهد مرعبة تحبس الأنفاس، وذلك بسبب مجزرة وقعت في الفندق. ومنذ ذلك الحين والفندق مغلق، وتم فتحه بعد عدة سنوات، لكن الأرواح لم تفارقه وظلت ساكنة فيه. فكر الصديقين في حل يمنع الزبائن من دخول الفندق الملعون، فعلقوا لفتة بجانب الفندق كتب عليها: فندق خطير لا ينصح بالدخول إليه. لكن الغريب أن اللوحة اختفت بعد عدة أيام. لا بد أن المنطقة بأكملها تحتوي على أشباح وشياطين.